بايرن ميونخ والاهلي المصري الاثنين واجهين لعمله واحده. عايز تعرف ازاي؟ تعالى معايا وانا هقول لك. بايرن ميونخ يعتبر اقوى نادي موجود في الدوري الالماني، في نفس الوقت مفيش ولا نادي موجود في الدوري الالماني عدى البايرن في عدد الفوز بلقب الدوري الالماني، وده شيء كلنا معترفين بيه. والناحيه الثانيه الاهلي المصري هو اقوى نادي موجود في الدوري المصري، بل وفي افريقيا كمان. مفيش نادي عدى النادي الاهلي في البطولات اللي هو اخدها. تمام، ده احنا كده كلنا متفقين عليه. واللي احنا بقى مش متفقين عليه وتختلف او تتفق عليه انت كمشجع، ان فرقه شبه فرقه البايرن ميونخ بتخش على كل اللعيبه اللي بتطلع في الدوري الالماني وبتاخدهم، ودوت بيحصل اكتر مع بروسيا دورتموند اللي هي القطب الثاني للكره في الدوري الالماني. ودوت برضه اللي بيعمله النادي الاهلي بالظبط، اللي في بدايه الالفينات الاهلي كان ماشي بفتره مش قد كده، دخل على فرقه شبه فرقه الاسماعيلي فضها كلها واخد منها كل اللعيبه اللي موجوده عن طريق بقى كباري او عن طريق انتقالات مباشره. تمام، وده كده كلنا كنا عارفينه وكلنا كان واضح قدام مننا ان ده بيحصل. حاليا بيحاول ان هو يطبق دوت بس بصوره غير مباشره شويه، واللي بيحصل مع نادي الزمالك. ودلوقتي الاهلي بيعمل حاجه خطيره جدا، واللي هي بيحاول على قد ما يقدر يسحب كل النجوم البارزه من نادي الزمالك عشان يمحي الذكريات التاريخيه بالنسبه للنجوم ديت مع جماهير النادي. كلامي ممكن يضايق ناس وممكن ناس تانية توافق عليه، بس الاكيد ان كل كلمه انا قلتها هي دي الحقيقه. وعشان كده